لو لسه فاكر إن الربح من النت محتاج شهادات معقدة أو خبرة 10 سنين، يبقى أنت فايتك كتير قوي وعايش في كوكب تاني. النهاردة هخليك تبدأ بيزنس حقيقي وانت قاعد في بيتك، والسر كله في كلمتين: الذكاء الاصطناعي وموقع الخمسات. ركز معايا جدا يا بطل، عشان أنا جايب لك الخلاصة اللي هتخليك تعمل دولارات من الهوا. والزتونة اللي هقولها لك النهاردة مش هتسمعها من حد تاني بالبساطة دي. مستني إيه؟ جهز كوباية الشاي بتاعتك وركز في كل ثانية. أهلا بيك يا صاحبي في فيديو جديد على قناتك ابدأ صح. القناة اللي هدفها الوحيد إنك تقف على رجلك وتبدأ طريقك في العمل الحر سكة ودغري. قبل ما نكشف المستور ونعرف إيه هي الكنوز اللي معانا النهاردة، انزل دلوقتي اخبط اللايك المتين واشترك في القناة لو لسه جديد، وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي تركاية من اللي بننزلهم. وقبل أي حاجة خلونا نعطر لساننا وقلوبنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. النهاردة هنتكلم عن موقع خمسات، وده أكبر سوق عربي للخدمات المصغرة. والجميل فيه إنك ممكن تبيع مهاراتك بتبدأ من $5 للخدمة الواحدة. بس التركاية اللي جايبها لك النهاردة هي إنك مش هتحتاج بيكون محترف في المهارة دي، لأن الذكاء الاصطناعي هيقوم بالواجب وزيادة. أول خدمة معانا وهي كتابة المحتوى والمقالات، وده مجال عليه طلب مرعب. الشركات والمواقع يومياً بيحتاجوا مقالات عشان يتصدروا نتائج البحث. انت هنا هتستخدم عملاق اسمه تشات جي بي تي أو موقع كلود. بتطلب منه يكتب لك مقال في موضوع معين وبأسلوب شيق، وبتاخد الكلام ده تنسقه وتراجعه وتضيف عليه لمستك البشرية. المقال 500 كلمة بيتباع $5، ولو عملت مقالين 3 في اليوم انت بتتكلم في حوالي 300 ل $450 في الشهر من الكتابة بس. تاني خدمة وهي تصميم اللوجوهات والصور الاحترافية، والكنز هنا إنك مش محتاج تكون فنان تشكيلي. عندك أدوات زي ميد جيرني أو ليوناردو اي آي، دول بيحولوا الكلام لصور خيالية. العميل بيقولك عايز لوجو لمحل ورد مثلا، انت بتوصف ده للذكاء الاصطناعي وبيطلع لك 10 نماذج أحلى من بعض في ثواني. الخدمة دي في خمسات بتبدأ من $5 وممكن توصل $50 لو العميل طلب تطويرات وتعديلات. يعني لو بعت 10 تصميمات بس في الشهر هتلاقي دخل إضافي محترم جدا داخل جيبك وانت مستريح. أما الخدمة التالتة اللي مكسرة الدنيا حاليا هي التعليق الصوتي أو الفويس أوفر. بمواقع زي 11 لابس تقدر تحول أي نص لصوت بشري احترافي جدا بلهجات مختلفة. العميل بيبعت لك سكريبت فيديو وانت بضغطة زرار بتديله ملف صوتي جودته زي الاستوديو. الدقيقة الواحدة ممكن تبيعها $5، والأرباح في المجال ده لوحده ممكن تتخطى $500 شهرياً لو عملت لنفسك اسم محترم. بس ركز معايا في الحتة اللي جاية دي عشان دي أهم تركاية في الفيديو كله. اوعى تعتمد على عملاء خمسات وبس وتستنى الدور يجيلك، لازم تسوق لنفسك بره الصندوق. الزتونة إنك تروح على جروبات الفيسبوك الخاصة بأصحاب المشاريع والتسويق الإلكتروني وصناع المحتوى. ادخل هناك وانشر نماذج من شغلك اللي عملته بالذكاء الاصطناعي، وقول للناس إنك بتقدم خدمات بجودة عالية وسعر منافس. كمان لازم تنزل محتوى على تيك توك أو ريلز فيسبوك، صور شاشة الموبايل وانت بتعمل التصميم أو بتكتب المقال بالذكاء الاصطناعي، وقول اللي محتاج الخدمة دي يتواصل معايا. الحركة دي هتجيب لك عملاء دايركت بعيدة عن عمولة المواقع، وهتبني لنفسك براند شخصي يخلي الناس هي اللي تدور عليك. عشان تبدأ النهاردة كل اللي محتاجه هو موبايل أو لابتوب، إنترنت، وساعة أو ساعتين من وقتك يومياً. الموضوع محتاج استمرارية وصبر في الأول، ومحتاج إنك تطور مهاراتك في إزاي تسأل الذكاء الاصطناعي صح عشان يديك أحسن نتيجة. خليك واثق في نفسك يا بطل، السوق واسع والرزق يحب الخفية. ما تبقاش مجرد مشاهد، خليك فاعل وابدأ طبق اللي سمعته ده دلوقتي حالاً. اعمل أول خدمة ليك على خمسات وانضم ل5 جروبات فيسبوك النهاردة وانشر أول بوست ليك. في الختام، الدنيا بتتغير واللي مش هيواكب الذكاء الاصطناعي هيتأخر كتير. الذكاء الاصطناعي مش هياخد مكانك، بس الشخص اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي هو اللي هياخد مكانك لو فضلت واقف مكانك. أتمنى تكون الزتونة وصلت، ولو عجبك المحتوى ده ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشجعنا نكمل في السلسلة دي. واستنوا الفيديوهات الجاية عشان هنشرح كل أداة بالتفصيل الممل. شكرا ليكم يا أغلى ناس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.